السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سليمة حمريش في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات سليمة حمريش. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الدجاج بتغميرة. يعني دائما كنحضروا معكم في القناة. واليوم ان شاء الله غادي نعطيكم مقادير مضبوطة ديال جوج دجاجات، لان كاين اللي كيبغي يحضر جوج دجاجات ولكن بالنسبة للمقادير يا اما كيدير القليل يا اما كيدير الكثير. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم مقادير مضبوطه. القياس ديال جوج دجاجات بالتغميره كيجي رائع. فتي هاد الدجاج كيجي حتى من الصدر ديال الدجاج حتى هو كيجي فتي بزاف، ما تشبعوش منه. كتجي شرموله كذلك داخله في الدجاج وكيجي عاطي البنه ديال الشرموله. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الدجاج بالتغميره. وكما قلت لكم حتى بالنسبه للمذاق ديال الزفوريه الدجاج ما كتلقاوهاش نهائيا. غادي نعطيكم سر من اسرار باش الدجاج ينجح معكم، ما كتبقاش لا ريحه ديال الزفوريه ديال الدجاج لا حتى شي حاجه. كتذوقوا المذاق ديال التغميره بنينه رائعه. بقاو معايا الفيديو الاخير باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الدجاج بالتغميره. وكيف العاده الا عجبكم محتوى ديال القناه ديالي دخلوا اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. بقاو معايا الفيديو الاخر. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كناخذ واحد الخلاط كهربائي. كديروا راس ديال الثومه صغير ماشي كبير، يعني غير صغيور كيكونوا فيهم سنيفات ديالهم صغارين. كان عندكم ثومه كبيره غديروا 4 ديال الدروس ديال الثومه يكونوا كبارين، ماشي ريوس ديال الثومه، يعني سنيفات ديال الثومه يكونوا كبارين 4. كنضيفوا هنايا لب ديال حامضه وحده كبيره مصيره، غير اللب ديالها كنحيدوا من هذاك الزريعه باش ما تعطيناش المروره. وكنضيفوها كنضيف واحد شويه ديال الربيع مخلط ما بين قزبر ومعدنوس. الا كان عندكم ربيع مقطع ناضي غادي تضيفوا معلقه كبيره مملوءه ديال قزبر ومعدنوس يكونوا مقطعين. ما تكثروش الربيع، لان لا كثرتوا الربيع كونوا على اكيد راه غادي يجيكم التغميره خضراء، اللون ديالها خضراء. من الاحسن لا بغيتو داك اللون الذهبي، يعني من الاحسن ما تضيفوش نهائيا الربيع بزاف. كنضيفوا هنا التوابل. انا هنايا راني غسلت الدجاج غير بالملحه، يعني ما رقدتوش في الملحه نهائيا. كناخذوا الملح معلقه صغيره عامره مزيان ديال الملح، وكنضيفوا معلقه عامره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره عامره مزيان ديال الخرقوم البلدي. وكنضيفوا معلقه كبيره ديال سكينجبير لان الدجاج كيبغي سكينجبير مزيان، ومعلقه صغيره ديال الابزار. وكذلك بالنسبه باش غنطحنوا هذا الشيء كامل، بالنسبه للزعفران اللي بغى يضيف زعفران شعره يضيفها. بالنسبه اللي متوفر عندهم الضامه يضيف هنايا 2 ديال الضامات ديال الزعفران شعره. اللي متوفر عندهم زعفران العادي ضروري خصو يضيف واحد شويه باش كيعطي اللون، لان الخرقوم بلدي بوحديتو ما كافيش باش يعطي اللون بالنسبه للدجاج. هنايا بعد ما طحنا الخليط كامل كما شفتوا ضفنا مع واحد كاس ديال العنبه ديال الدقيق. الدجاج خليناه هنايا رقد ليله كامله في داك الشرموله. من الاحسن نخليوه ليله كامله، راه كيجي الصدر فتي بزاف. في الصباح كنوضوا يعني مباشره كنوجدوا الدجاج ديالنا، اولا رقدتوه هكا في الصباح في الليل عاد تشعلوا عليه. من الاحسن تخليو شرموله. من بعد كناخذوا واحد طاوه اللي غادي نطيبوا فيها الدجاج هذا. كنديروا واحد الفرشه ديال البصله غير واحد شويه، يعني بصله كبيره مشلضينها في الهاشوار، كتشلضوهاش مزيان. وكنديروها يعني الا لاحظتوا انا هنا ما درت لا زبده ما درت لا زيت، يعني فوقاش غندير انا الزيت حتى نبغي ندغمر البصله عاد غادي نضيف الزيت. كنخليو داك الدجاج كيتقلى لينا وندوزو للكبده ديالنا من بعد ما سلقناه هنايا مع واحد الحامض، طريف ديال الحامض عادي، شويه ديال الخل وشويه ديال الملح. علاش؟ لان الا سلقناهم في هذا الماء هكا والملح، الا سلقناهم في الماء والملح والحامض كتحيدوا كنتفاداو داك الزفوريه ديال الكبده. كتجينا التغميره صافيه ومذاق ديالها بنين، ما فيهاش نهائيا زفوريه ديال الكبده. هنا كما شفتوا بعد ما كنبقاو نقليو في هذا الدجاج غير في داك الشرموله كما شفتوا. ومن بعد غادي نرويو الماء. بالنسبه للماء المرقه اللي غادي نمرقوا بها هاد الدجاج غادي نوريكم حداش القياس ديالو يكون. واحد واحد المعلومه مهمه بالنسبه للدجاج البنات، راه خصكم تغسلوه مزيان بالملح وتوليو تحيدوا داك الشحمه اللي كتكون في الفخيضات، وكذلك الشحمه اللي كتكون في الصدر حتى هي غتفاداوها. شوفوا الماء حداش انايا يعني تقرب قربنا نغطيو على الدجاج، خليتها بحال هكا غادي طيب في داك الميها.
كنغلقوا عليها ونخليوها طيب. مره كناخذوا بحال القطيب ديال هكا تشوى، وكنبقاو نتقبوا من جهه الصدر باش كتدخل المريقه وطيب لينا هاد الصدر هذا مزيان. والدجاج ما كنضيفوش الزيت كما شفتوا معايا، راني ما ضفتش الزيت. وكنخليو الدجاج ديالنا حتى كيطيب مزيان. بعد ما كيطيب كما شفتوا، شوفوا المرقه كيفاش نقصت. هنايا غادي نهزو الدجاج ديالنا بعد ما طاب. والطريقه ديال الهزان ديال الدجاج غير بحال هكا، يعني بتبصيل، من الاحسن تبصيل، وكتخليوه حتى كينشف من المريقه، وتخليوه ديروه في شي بانيو هكا اولا في شي قصريه ولا في شي طبسيل، وتخليوه على جنب. من بعد ما طاب لينا الدجاج وحيدناه، بالنسبه للبنيوتات المبتدئات اللي باغيين يعرفوا الدجاج كيفاش طاب واش راه طاب ولا لا، كناخذ واحد القطيب ديال الشوا، كندير واحد الثقب هكا في الفخذ ديال الدجاج، خرج الماء من داك الثقب، راه مازال الدجاج ما طابش، ولكن لا كنبقى ناشفه، هذا دليل على ان راه الدجاج طاب لينا. من بعد كنضيفوا البصله. هنايا البصله عندي 2 كيلو ديال البصله. اللي بغى التغميره بزايد شويه يضيف 2 كيلو ديال البصله، اللي بغى التغميره يعني قليله يضيف عندنا هنايا يضيف كيلو ديال البصله. ما تكتروش وما تقلوش، الماكسيموم 2 كيلو ديال البصله. من بعد ما هشورناها واحد شويه، درنا في الهشوار اولا كتشلضوها هكا في يديكم مزيان. من بعد كنضيفوا كما شفتوا حتى كنخليوها كتنزل شي شويه، عاد تنضيفوا زيت نباتيه. بالنسبه للزيت عندي هنايا الزيت، هذا الكاس هذا اللي شفتوا راه كيهز ليا كاس ونص ديال العنبه ديال زيت نباتيه. ولا كان عندكم زيت زيتون اللي ماشي مجهد، المذاق ديالو ماشي مجهده، ضيفوه مخلط، يعني كاس ديال العنبه ونصف مخلط ما بين زيت نباتيه وزيت زيتون. من بعد غادي نضيفوا راس معلقه ديال القرفه كما شفتوا ما كثرتش، وكنضيفوا معلقه صغيره ديال السكر. هاد المعلقه السكر صغيره وكذلك القرفه السكر غيجمع لينا العقده، غيزيد يجمع لينا العقده. من بعد كنضيفوا داك الجنيوحات والعنيوقات اللي بقاو لينا، والكبيده. هنايا شفتوا الكبده، انا هنايا راني زدت 250 غرام ديال الكبده باش ما تجينيش التغميره بلا كبده، ما تجينيش ناشفه من بلا كبده بلا حتى شي حاجه. وصافي. ودابا الدور ديال التغميره اللي ما خصكمش نهائيا تبعدوا عليها، دائما كتبقاو تحركوها، والنار ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله بزاف، تكون ما بين المهيله ومعتدله باش كتعقد لينا هاد التغميره. وكنبقاو بالتحريك المستمر، ما كنحبسوش، مره كنبقاو نحركوا، يعني حنا حداها وتنحركوا، ما كنغفلوش عليها نهائيا حتى كتعقد لينا وتستى لينا داك اليديمه ديالها وبصحه وراحه. من بعد ما وجد لينا الدجاج كما شفتوا، انا هنايا درت الطريقه القديمه، قليته في الكوكوت. يعني من الاحسن البنات يا اما ديروه في الفران او لا ديروه في او لا كتقليوه هكا في شي اناء اللي يكون بحال شكل الكوكوت، يعني شي حاجه ثقيله باش كيجي الدجاج اللون ديالو بحال هكا كما كتشوفوا. انا هنايا راه كنت صوبت بزايد لان 2 ما غاديش يكفيو. انا عطيتكم مقادير ديال 2 دجاجات باش ينجح معكم، لان كاين اللي كيبغي يحضر 2 وما كيكونوش عارفين المقادير بالضبط. ودابا هنايا كما شفتوا، يا اما الا بغيتو تحمروا هاد الدجاجات كديروهم دهنوهم بشويه ديال السمن وشويه ديال كنور من الاحسن، هو كيعطي واحد المذاق زوين، وشويه ديال الهريسه ودخلهم الفران حتى كيتحمروا. انا درت الطريقه القديمه، حمرتهم في الكوكوت فيها الزيت حتى تقلى لينا هاد الدجاج، ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه على طريقه ديال العراسات. وصدقوني البنات راه حتى من الدجاج لداخل كيجي المذاق ديال الشرموله فيه، لان ما طيبناش بالزيت. هذا هو السر باش ما كيجي باش الدجاج ما كيجيكمش نهائيا قاصح، يعني الصدر ديالو ناشف. وصدقوني البنات راه كيجي هاد الصدر هذا فتي بزاف، كيجي ما تشبعوش منه هاد الدجاج هذا، وكيجي داخل الشرموله في وسط الفخيضات وفي وسط الصدر لداخل. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوا بهذه الطريقه اللي حضرتها معكم وجميع انا ما بخلتش عليكم نهائيا بجميع اسرار نجاح الدجاج بالتغميره. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.